الحب ليس للحبيب الأول ولا للحبيب الأخير. الحب لمن اهتم وأعطى وضحى وساند وأسعد، لمن تقبلنا ونحن في أسوأ حالاتنا، لمن أشعرنا أننا أجمل ما لديه. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. جاي لكم النهارده فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم قوي. زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض الحمام في حاله الضغط. انا نضفته وكمان فصلت بين الجلد واللحم كده، شايفين؟ عشان الحشوه انا هحشيه بقى رز بالكبد والقوانص بتاعه الحمام. انا جهزت بقى الخلطه، عملت بقى قطعت البصله وحطيت عليها الكبد والقوانص كده لغايه ما اتشوحت، وبعد كده حطيت نص كوبايه رز مغسول ومتصفي. ولما قلبته مع بعض لغايه ما اتشمع كده حطيت نص كوبايه ميه لغايه ما الرز اتشرب الميه واستوى، وطفيت عليه البوتاجاز. استنيت بقى لغايه ما برد كده، واحشي بقى الحمام اهو. وانا بحشي كده بحط الحشوه بين الجلد واللحم على الصدر كده، وبنزله لغايه الرقبه، شايفين اهو. وبحشي برضو من جوه كده عشان الناس بقى اللي ما بتعرفش تكتف الحمام. بدخل بقى رجل من الفتحه دي اللي تحت البطن كده اهي، والرجل التانية من تحتها بالظبط، شايفين؟ يعني ما تحشيش الحمام قوي برضو عشان ما يفرقعش معاك في الشوربة كده. خلاص كده انا حشيت كله اهو. وباخد بقى الجناح احطه ورا الحمامة عشان وانا بحمره يبقى شكله حلو كده، وكمان يبقى شكله حلو برضو في الشوربة، شايفين؟ احط الجناح ورا اهو. ومعايا بقى حلة الضغط، ما حطيتش فيها زيت ولا سمنة ولا اي حاجة. استنيت بقى لغاية ما الحلة سخنت كده، وحطيت بقى الحمام. تسمعش الطشة بتاعته كده وانت بتحطيه في الحلة. وحطيت بقى التوابل وسبته بقى، يعني هسيبه لمدة 5 دقايق كده لغاية ما يعني يتلوح وينزل شوية شوربة. وبعد كده احط المية بتاعته. هعمل بقى جنبه رز اصفر بالبسلة والجزر. انا ببشر بقى بصلة اهي، لو عايزة تعمليها في الكبة براحتك، بس مش عايزينها تكون خشنة قوي. وحطيت برضو البسلة والجزر وعليهم شوية زيت كده على البوتاجاز لغاية ما تتلوح كده. وبعد كده حطيت بقى البصلة، وحطيت توم، وحطيت التوابل. اهم حاجة بقى معلقة كبيرة كده من الكركم عشان يدينا لون اصفر للرز كده. شايفين بقى شوية الشوربة دول؟ هعلي عليها البوتاجاز بقى واحط معيار المية بتاعتها. واسيبها بقى لغايه ما تبدا ان هي تصفر كده. اعد بقى للحمام بعد التصفير بالظبط. يعني الحمام لو بياخد معاكي في الحله العاديه ساعه، ياخد في حاله الضغط نص ساعه. خلاص كده البسله والجزر استووا. حطيت عليهم الرز وسبتهم بقى لغايه ما اتشمعوا مع بعض كده لمده دقيقه. قعدت اقلبهم لغايه ما الرز فلفل معانا، وبعد كده حطيت الميه بتاعته. خلاص كده شايفين بقى الجمال؟ حاجه كده تفتح النفس. جربوه ان شاء الله هيعجبكم قوي. ومعانا برضو الحمام استوى خالص اهو، شايفين؟ شايفين بقى لون الشوربه بتاعته عامله ازاي؟ هطلع بقى الحمام عشان احمره معاكم. لو عايزه تحمريه في الفرن براحتك، ممكن برضو تحمريه في الطاسه على البوتاجاز كده. لو عايزه تحمريه في الفرن هتحطي بقى معلقه صلصه، عليها معلقه زبادي، عليها معلقه زيت، وشويه توابل كده، وتقلبوهم مع بعض، وتدهني بقى على الحمام وتدخليه الفرن. خلاص كده هو استوى اهو. شايفين بقى لون الشوربه؟ ما شاء الله. الاكل في حاله الضغط حلو قوي. شايفين بقى الرز اهو حلو قد ايه. احمر بقى الحمام. انا بحمره بقى في الطاسه على البوتاجاز اهو. شايفين بقى لونه حلو قد ايه؟ وجهزه بقى معاكم اهو. يا ريت بقى اللي يشوف قناتي لاول مره يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني اشعار بكل جديد بنزله. وتعليق حلو كده عشان تشجعوني انزل لكم فيديوهات على طول. وفعلوا الفيديو باللايكات عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، عشان عيلتي تكبر بيكم. خلاص كده شايفين؟ شايفين بقى الجمال؟ جربوه. حلو جدا. ممكن بقى تحشيه فريك، ممكن تحشيه رز بالكبد والقوانص زي ما انت عايز. اكمل بقى الروتين بتاعنا كده. هغسل بقى المواعين دي بتاعة تجهيز الغدا. دايما ايدك في كل حاجة كده عشان ما تحسيش بقى بالتعب والمجهود. يعني مثلا اي وعاية تتوسخ بتغسلها على طول. بعد ما بتخلص الغدا او الفطار او العشاء بتغسل المواعين برضو عشان الحوض يفضل دايما نظيف وفاضي كده ما فيهوش مواعين. يعني ما تسيبيش كل حاجة تتراكم عليك كده، وبعد كده تحسي بقى بالتعب والمجهود، وكمان بياخد معاك وقت. برضو البوتاجاز بتغسليه بعد كل استعمال، بعد القلي، بعد الأكل، فتلاقيه مش هيتراكم عليه دهون ولا حروق ولا حاجات كتير.
فبرضه مش هياخد معاكي خلطات كتير ولا هياخد معاكي وقت ومجهود. انا بغسل بقى الحوض اهو، عشان المواعين اللي انا هغسلها اصفيها جنب كده وبعد كده ارصها في مكانها. برضو وانت بترصي المواعين ما تسيبهاش بميتها كده، لازم تسيبها تتصفى وبعد كده بترصيها، لان لما بترصيها بميتها كده بتعمل عفنة وريحة مش حلوة يعني في المطبخ وكده. الناس اللي كاتبه لي بقى في التعليقات عايزه فيديوهات توفير، او عايزانا نتكلم عن اي حاجه بتوفر بقى في اليومين الصعبه دي. وطبعا انتوا عارفين الاسعار كل يوم في الطالع كده، كل يوم بتغلى. فطبعا عشان تقدري بقى تمشي امورك بالميزانيه اللي انت كنت بتمشيها قبل كده، لازم بقى تحاولي على قد ما تقدري كده يعني تلمي ايدك شويه، او تحاولي ان انت توفري يعني. مثلا الحاجه اللي انت كنت بتشتريها قبل كده بالضعف، هتشتري بقى الحاجات المهمة بس، او الحاجات اللي لها الأولوية او انت بتستعملها اكتر. يعني مثلا لو انت هتسوقي او كده، هتجيبي بطاطس او طماطم او حاجات من دي، بتجيبي الحاجات اللي انت محتاجاها بس، او تكملة على الموجود عندك. يعني ما تجيبيش حاجة مثلا انت مش محتاجاها، فبتسيبي الأولوية للحاجات اللي انت بتستعملها اكتر. فده بيوفر معاكي برضو وبيمشي الميزانية كأنها زي الأول بالظبط. بتكفيكي وكمان بتجيبي كل الحاجات اللي انت عايزة تجيبيها. زي مثلا الحاجات اللي هي البقوليات. مثلا الفول المدمس، بدل ما تشتري بقى كل يوم في الفطار او العشاء، بتجيبي انت مثلا كيلو، بتسلقيه وتظبطيه كده وبعد كده بتفرزيه. كل ما بتحتاجي فطار او عشاء بتطلعي على قد اللي انت عايزاه بالظبط، ويفك معاكي كده وبعد كده بتعملي له الخلطة وبتجهزيه. ده برضه يعتبر من التوفير كده، بدل ما كل يوم هتجيبي فطار او عشاء وتجيبيه غالي وما بيكفيش، بتجيبي كيلو بتقسميه على حسب ما انت عايزة وبيفضل معاكي فترة برضه، لغاية ما تخلصه وبتعملي تاني. برضه العدس، المكرونة، الشعرية، الحاجات دي بتجيبها كده، مش شرط ان انت تجيبها كلها مرة واحدة. يعني انت ممكن كل ما بيجي معاكي حاجة بتروحي تجيبي حاجة انت محتاجاها، تيجي اخر الاسبوع هتلاقي نفسك كل اللي انت بتحتاجيه موجود عندك، وكمان متوفر يعني. برضو لو انت بتستعملي صابون اسمر كتير، بدل ما تشتريه من بره بتحوشي بقى الزيت القلي والتحمير، الزيت اللي استعملتيه مرتين او كده، اللي لونه غامق، وبتعمليه صابون اسمر في البيت بيطلع معاك حلو جدا. ومنها وفرتي ما بتشتريش صابون من بره، وفي نفس الوقت بتحوشي الزيت بدل ما كنت هترميه. يعني يعتبر بنعمل اعادة تدوير كده، تقدري توفري فيها وتقدري تمشي امورك كده. وهتمشي برضو ميزانية بيتك على حسب ما انت عايزة، وعلى قد ما كنت بتمشيها قبل كده تقدري تمشيها برضو في اليومين الصعبة دول وفي الغلا اللي احنا فيه. وزي ما انت عايزة بالظبط تمشي امورك. برضو وانت بتغسلي المواعين كده دايما سلكي الحوض على طول اول باول. بتغلي كنكة مية كده وبتحطها في الحوض، بحيث تفتت بقى الدهون، الزيوت، الحاجات اللي زي دي. فمش هيتراكم معاكي ومش هيحتاج بقى خلطات، برضو مش هتشتري له خلطات ولا حاجات من دي برضو. برضو ممكن انت تعملي الخلطات في البيت، لغسيل البوتاجاز، لغسيل السيراميك. حاجات كتيرة تقدري انت تعمليها وتوفري بدل ما تشتري الخلطات دي من بره غالية. كده بقى خلصت الغدا وغسيل المواعين، والروتين بقى اليومي اللي احنا بنعمله كل يوم. وجينا بقى للعشاء، لقيت نفسي بقى جعانة كده، يعني يعتبر سد جوع نص الليل. قلت بقى هعمل سندوتشين كده مش هياخدوا معايا بقى وقت ولا واقفة في المطبخ كتير، وكمان حاجات بسيطة خالص زي ما انتم شايفين كده. قليت بقى البطاطسية دي، وجبت بقى رغيفين العيش دول، وكان عندي بقى جبنة شيدر في الفريزر طلعتها، ومخلي الخيار كده. جبت بقى خلة الأسنان اهي عشان السندوتش ما يتفتحش معانا بقى بالحشوة اللي أنا هحطها. لو عندك أي حاجة تانية في التلاجة ممكن تحطيها، جبنة بقى، طماطم، زي ما انت عايزة. ممكن بقى تحبشي بقى السندوتش كده وتحط له كل اللي انت عايزاه. حاجات سريعة وكمان بتبقى طعمها حلو وتغيير يعني. حطيت بقى بطاطس اهي، وحطيت عليها برضو شوية جبنة، وأقطع خيارة كده شرايح وأقوم حطها برضو. أي حاجة انت عايزة تحطها ممكن تحطها في السندوتش كده، بتطلع معاك حلوة قوي، طعمها حلو جدا. لو عندك بقى حاجة مثلا باقية من الغدا زي ورك فرخة، صدر فرخة كده، وحابة بقى تعمليه سندوتش سوري كده يعني، حاجة شبيهة وخلاص وبتمشي برضو. هتقطعيه وتشوحيه برضو في بصلة كده وقرن فلفل أخضر وتظبطيه والتوابل،
وهتعملي بنفس الطريقة دي، وتحطي بقى لو ما عندك تومية، عندك اي حاجة بتحبشيه يعني. بيقضي الغرض، وكمان بيسد جوع نص الليل بقى. طبعا احنا في الشتاء، والشتاء بقى عايز كل شوية يعني حلويات واكل وحاجات من دي عشان تدفي كده. هعمل بقى السندوتش التاني اهو. انا حطيت مسحة زيت كده في الطاسة، وحطيت بقى السندوتش على نار هادية كده بس لغاية ما الجبنة تسيح. طبعا البطاطس معمولة والعيش طازة وكل حاجة معمولة يعني، فمش هتاخد وقت. يدوب بس لغاية ما الجبنة تسيح كده والسندوتش ياخد لون من فوق وتحت. عملت بقى السندوتش التاني اهو على ما السندوتش اللي انا حطيته يتعمل كده. احنا نقدر بقى نغير من كل حاجة كده، نديلها بقى احنا الشكل والطعم واللون، وكمان اعادة تدوير كده للحاجة، فبتطلع معانا حلوة جدا، وكمان يعني بتفتح النفس. شايفين بقى السندوتش اهو. بصراحة السندوتش ده كان حلو جدا وطعمه حلو قوي بصراحة يعني. جت الفكرة بقى وانا قاعدة وقلت ايه، انا هكسل بقى ان انا لسه اعمل اي حاجة. وطبعا الواحد طول ما هو قاعد بيجوع يعني، الشتا كده. برضو لو عندك بقى شوية جبنة موزاريلا كده ممكن تحطيها، لو عندك كاتشب برضو ممكن تحطيه. خلاص كده الروتين بتاعنا خلص. يا رب الفيديو ينال اعجابكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد بنزله، وتعليق حلو كده عشان تشجعونا انزل لكم فيديوهات على طول. شايفين بقى الجمال. هشيل بقى خلة الاسنان اهي، واقطع بقى السندوتش عشان اوريكم شكله عامل ازاي. ما شاء الله، يعني قعدت قرمشه كده حلوه جدا، مخليه طعمه حلو قوي بصراحه. شايفين؟ لو حاطه بقى جبنه موزاريلا هتشوفوا بقى المطه بتاعتها، ويبقى حاجه كده جميله يعني. يا رب الفيديو ينال اعجابكم، واستنوني في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.